مولانا في هذا المكان، والآن الملائكة تسجل كل صغيرة وكبيرة سواء عندكم أو عندي. إذا كان الأمر بين أن أخدم جميع زوار الحسين عليه السلام، وأعلم بأن اسمي يقيد بالمرتبة الثالثة بعد العباس وعلي الأكبر عليهم السلام بهذه الخدمة، ولكن سوف تفوتني فريضة صلاة الفجر في وقتها، لما تركت الفجر في وقتها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الآية الثالثة سورة الأعراف المباركة. أولا جزاكم الله خير الجزاء على تقديم هذه الدعوة في هذه الأيام الخاصة التي لها أعمال وشؤون تختص بهذه الأيام. وثانيا أنا أعتقد ذكرت في محاضرة أو ندوة في هذا المكان المبارك أن الشاب المؤمن إذا أراد أن يقدم إلى عمل ما عليه أن يتعلم شرائط وضوابط وفقه وشرع ذلك العمل. اللي كانوا حاضرين تلك الندوة أو المحاضرة أعتقد يذكرون هذا الكلام، وهذا من قبيل العمل. موضوعنا موضوع التوجه إلى زيارة الأربعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما يستلزم ذلك من المؤمنين. أولا الإسلام يعبر عن قانون، هذا القانون فيه تنظيمات لكل شؤون الحياة. يعني لما تجي أنت أي فقرة تخطر على بالك، أي عمل يخطر على بالك، تجي تقول الإنسان ينام أكو آداب، يأكل الطعام أكو آداب، يسير بالطريق أكو آداب، يريد يدخل البيت أكو آداب، يريد يكلم والده أو والدته أو إخوان المؤمنين، آداب. وضع الإسلام نظام متكامل للحياة. الغاية والهدف من وراء ذلك النظام أولا كسب رضا الله عز وجل، تحصيل رضا الله عز وجل، وثانيا نيل السعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان لو التزم بتلك الآداب راح يكون ينال السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. أنا أعتقد الموضوع يتعلق بتوجه مجموعة من الشباب لزيارة الأربعين. أنا لما أريد أروح أقصد زيارة الأربعين يضم سفر ويضم الزيارة، وكل واحدة من عندهن لها آدابها، لكن على سبيل الاختصار في نقاط نذكر ما يتعلق مما يحتاج إليه المؤمن بهذين الأمرين معا، الزيارة والسفر كلاهما، يعني مسافر وقاصد زيارة. ويضاف إلى هذا العنوان زيارة الأربعين. أنا راح يصير أكو مسؤولية على المؤمنين. مولانا الآن قاعد نشاهد الآن الشارع البصري تقريبا الجو العام كله متوجه للزوار والزيارة وحركة الزائرين والمشاية. الآن أنا أرفض المساس بهذه الشعيرة، شعيرة المشي وزيارة الحسين عليه السلام، أو أي نقد يتوجه له من خلال وسائل التواصل أو ما شابه. هذا الأمر مرفوض. لا الوقت يساعد ولا الزمان يساعد ولا الظروف المحيطة به تساعد. إذا كان عندك نقد أو عندك ملاحظات بخصوص زيارة الأربعين أو خصوص المجاميع السائرة أو غير ذلك، ممكن أكو قنوات أخرى في أوقات أخرى ممكن تتناول هذا الموضوع مولانا، ونترك الناس على أخطائهم وعلاتهم. وتعتقد أنت الآن لما أتكلم بهذه الحسينية الآن أنا أعلم ما في الطريق والشارع الآن في هذه الزيارة من السلبيات كما تعلم أنت، لكن تعتقد لما أتكلم الآن راح يتغير وضع الشارع؟ لابد من تمهيد. لازم احنا عندنا سنة كاملة
قبل الزيارة، قبل عاشوراء، قبل رمضان، قبل الحج، لما أقدم على عبادة مو بأيام العبادة بساعات العبادة أنا أوجه نقدي وفقهي وملاحظاتي وعقيدتي وتوجهاتي وأفكاري بأيامها، بأيام العمل. خلال هذه السنة أثقف لهذا الموضوع حتى لما يأتي أوانه أنا أكون ممهد لهذا الموضوع. المطلب الأول في من أراد الزيارة زيارة الأربعين أو غيرها، المطلب الأول أن يخلص النية لوجه الله تعالى. كل عمل بإخلاص لله عز وجل أولا يحصل على شرفية القبول، وثانيا يحصل على آثار التوفيق. يعني لما أريد أقدم على الصلاة بالمسجد، أريد أقدم على طبخ طعام للثواب، أريد أقدم على زواج، أريد أقدم على أي شيء، أنا أخلص النية لله تعالى حتى أحصل القبول أولا والتوفيق ثانيا، حتى هذا العمل يدوم يستمر. والنقطة الثانية، تعتقد أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يزورون زيارة الأربعين؟ نعتقد جزما كل الأئمة المعصومين عليهم السلام، الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، الكل يزورون زيارة الأربعين، أتوا بهذه الزيارة، كلهم تأدبوا بآداب الزيارة. حتى ألخص الكلام، يجب علينا وجوبا أخلاقيا والتزاما شرعيا أن تكون زيارتنا لا تتعدى ما فعله أئمة أهل البيت عليهم السلام في أثناء أداء الزيارات، وخصوصا زيارة الأربعين. يعني تقيد بقيد زيارة أهل البيت عليهم السلام، تصير أخلاقنا أخلاقهم. يعني مثلا أنا مو في محل أنا أنتقده كذا، إذا شفت عمل الآن عمل يدونه الزوار، يعني أي عمل من الأعمال اللي يخطر على بالك تسأل نفسك هذا العمل أتى به أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ يوجد عندي دليل بأنه الإمام فعل كذا بنفسه ولا؟ الجواب نعم، إذن أنا أتبع هذا الطريق. لا، لم يرد نص أو فعل أو تقرير عن أهل البيت بهذا الأمر، أمتنع عنه. السبب لو كان في علم الإمام المعصوم عليه السلام أن عملا ما فيه رضا لله عز وجل لما فوت الإمام ذلك العمل، لا أتى به. وبما أن الإمام عليه السلام ترك ذلك العمل، إذن لا طائل ولا ثواب من وراء ذلك العمل. أعتقد قصدي مفهوم؟ تعرفون شنو؟ بعض الزوار هو يسوي طقوس، مو شعائر. شعائر للدين، الطقوس لغير الدين. طقوس هو يعتقد دين، هي ليست من الدين بشيء. الأمر الثالث، المتوجه للزيارة المنفرد راح يشمل الفقرات القادمة، اللي معاه صحبة مجموعة، احنا سائرين للزيارة، موكب، جماعة، فلة، قاصدين الزيارة. بعد الإخلاص في النية والالتزام بتوجيهات ووصايا أهل البيت عليهم السلام، يجب أن يكون حسن الصحبة لمن صحبه. الإمام عليه السلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يقول: ليس منا براءة، يتبرأ، ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه. حسن الصحبة، وهذا الضابط، هذا الشرط، هذا الالتزام يشمل كل سفر فيه مجموعة فيه صحبة. الأمر الرابع، لما يخرج الإنسان قاصد الزيارة، كل قصد سفر حتى إذا كان ذاهب من بيته للمسجد، يسبق هذا الخروج من البيت يسبقه الدعاء، يسأل الله عز وجل أن ييسر له الأمر الذي قصده بعد ما أخلص بالنية، أن ييسر له ذلك المقصد. الله عز وجل الكثير من الناس يخرج من بيته قاصد الزيارة لكن لا يوفق للوصول، يصل ولكن لا يوفق للزيارة، يزور ولا يكتب مع الزائرين. عجيب. تصل إلى هذه نعم تصل. مو مولانا الحديث رحم من بكى أو أبكى أو تباكى؟ أي نعم صحيح، ذاك الحديث شيء، وما مقصود منه لا الرياء ولا السمعة ولا المظهر ولا تكثير الصلاة. العبادة فيها الإخلاص شرط القبول في كل العبادات. لا تسمع لمن يقول حتى الرياء في قضية الإمام الحسين عليه السلام مقبول،
هنالك من يروج لهذا الأمر أنه حتى الرياء مقبول، بدليل تباكى أن يكون وضعه ضمن السياق العام. عندنا 50 أو 40 رجل مطاطي الرؤوس يبكون على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام عند ذكر القارئ أو الخطيب. هذا الشخص ليس له، ما عنده تفاعل، ما عنده شاعرية، ما عنده عاطفة، ما عنده دمعة، لكن لا يبقى جلد العين وينظر إلى الخطيب أو يتلفت يمنة ويسرى، بل يكون حالة لباس ثوب العاطفة، ثوب المشاعر، ثوب البكاء يتلبس به، وإن كان حقيقة هو ما عنده دمعة ولا عنده بكاء، ويطأطأ راسه وحاله حال الباكين، يحصل على ثواب الباكين نعم، لكن مو رياء. هذا خطأ، وهذا نقيض لما في مفهوم العقيدة. طبعا من نقصد الدعاء إذا خرجت للزيارة، الدعاء ورد في الحديث خصوص الزيارة: من قصد الحسين عليه السلام زائرا غفر الله له عند أول خطوة يخطوها من بيته. أول خطوة بعدك بباب البيت، أول ما تطلع أول خطوة يغفر الله عز وجل جميع الذنوب. قيل وما بعد ذلك؟ قال يصعد أو يرتقي في مراتب القدس إلى الله عز وجل، يرتقي في درجات الرضا، تقرب إلى الله بعد خطوات. الدعاء أثناء الخروج، الدعاء أثناء الطريق، الدعاء في كل مكان، في كل زمان، في كل وقت. الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها، هذه إحدى المؤاخذات على الزوار وعلى بعض خدمة المواكب. هذه الحالة السلبية تجده يقوم هذا الليل في عبادة خدمة الزوار، توفير الراحة للزوار، الطعام والشراب للزوار، لكن عندما يقترب وقت صلاة الفجر يأخذ منه النعاس مأخذا حتى يغط في نوم لا يستيقظ إلا عند الظهر أو ما بعد الظهر بسبب التعب والعناء. مولانا في هذا المكان، والآن الملائكة تسجل كل صغيرة وكبيرة سواء عندكم أو عندي. إذا كان الأمر بين أن أخدم جميع زوار الحسين عليه السلام وأعلم بأن اسمي يقيد بالمرتبة الثالثة بعد العباس وعلي الأكبر عليهم السلام بهذه الخدمة، ولكن سوف تفوتني فريضة صلاة الفجر في وقتها، لما تركت الفجر في وقتها أبدا نهائيا. لا تتوقع ولا يخطر على بالك ولا تعتقد ولا يغرنك ولا كلام خطيب ولا تقرأ كتاب أن قضية الخدمة أو العزاء أو ما شابه ذلك عذر عند تفويت الفريضة أبدا. هذا الكلام غير صحيح. لقلقة الألسن، ثرثرة الكلمات على أنه حب الحسين عليه السلام والاعتقاد بولاية الحسين وتقديم العزاء الحسيني واجب عقائدي مقدم على الواجب الشرعي. نعم، وأنا أقول ذلك وأنا أقر بذلك، وأن الحسين عليه السلام أهم من كل ما يذكر، ولكن في مخالفة الحسين عليه السلام في أمر من الأمور الدينية هي معصية ومخالفة لله عز وجل. حتى يكون كلامي موثق مستند إلى دليل. سامعين أنتم يعني إذا واحد يقول الحسين مقدم لو الصلاة مقدمة، هذا مقارنة باطلة. لكن نرجع للحسين عليه السلام، وضع لنا شعارا عظيما ممتدا إلى يوم القيامة. هذا الشعار مطابق للقرآن الكريم، مطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله رضانا أهل البيت. تعتقد الله عز وجل يأمرك أن تصلي الصلاة بوقتها وتخالف الله عز وجل والله يرضى بهاي المخالفة وأهل البيت يقبلون؟ تعتقد؟ مهما يكون الخطيب، مهما يكون المتكلم، إذا تناول شيء في مخالفة شرعية ويستهين بالمخالفة الشرعية بالمعصية في قبال المشاركة بالعزاء والزيارة، اعلم بأنه غير متفقه، لم يتعلم علوم أهل البيت على وجه الصدق والحق. الإكثار من ذكر الله عز وجل في أثناء الخروج والمسير والسفر والزيارة وما بعد الزيارة والرجوع،
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حاول قدر الإمكان أن تملأ وقتك بذكر الله عز وجل، وأن تتحمل مسؤولية. هذا الفقرة اللي أريد أضيفها: سفر وزيارة وال40، ثلاثة منين دمجة نتحملك مسؤولية. يعني مولانا مسؤولية شنو من مسؤولية؟ مسؤولية زيارة ال40 رسالة، ليست موضة أو هبة عاطفية شاعرية أو السير حسب التفكير الجمعي، العقل الجمعي، الناس متوجهة للزيارة وأنا حال الناس متوجهة للزيارة. هذا خطأ. أنا يكون عندي معتقد يختلف عن هذا النوع من الأفكار، هذه الأفكار الضعيفة. معتقدي بأن ال40 رسالة، وهذه الرسالة وصلتنا من خلال الأجيال السابقة، وعلينا أن نحمل هذه الرسالة للأجيال اللاحقة. بقاء ال40 بقاء للحسين عليه السلام. بقاء الحسين عليه السلام يعني بقاء للدين، بقاء للإسلام، بقاء للقرآن، لرسول الله صلى الله عليه وآله، لذكر أهل البيت، لكافة الفروض، لكافة الواجبات، لكافة الأمور التي أمر بها الله عز وجل. هذا كله مولانا يترتب على زيارة ال40. نعم، الأديان السابقة تهاونوا بالعبادات، تهاونوا بالمستحبات، ثم استهانوا بالفرائض حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن بلا دين. لا اليهودية ولا النصرانية ولا الصابئية عندهم دين. سبب الاستهانة شيئا فشيئا بما كلفوا به من مستحبات وفرائض، إلى أن أصبحوا الآن بلا دين. دينك، رسالتك مرتبطة ارتباط عقائدي ببقاء رموز، شخوص، أيام لله، أماكن لله، أزمنة لله، ورجال لله، منهم الحسين عليه السلام. رسالتك خلال ال40 مولانا مطلوب من عندي أنا الشاب البسيط اللي طالع من حي شعبي من البصرة، لا حد يعرف اسمي ولا حد يعرف بيتي ولا عائلتي ولا شهادتي، يعني من أطلع ما بين آلاف ملايين الزوار قبلي وملايين الزوار بعدي. هذا الواحد يعني هذا إذا أراد يتقيد بهاي الضوابط، هذا الواحد شنو تأثيره؟ أولا انظر لنفسك وما لك عند الله عز وجل. أنت طالب ثواب، طالب رضا الله عز وجل. لا يضرك ولا ينفعك عمل غيرك، عملك أنت، وأنت قاصد زيارة وتعبان وباذل جهد، لا تضيع جهدك وتعبك، تلتزم بهذه الوصايا. غيرك ما ملتزم أو غيرك أكثر التزام منك، ربما أنت تسير وأكو عالم من العلماء يسير، مرجع من المراجع يسير، أنت لا تلتفت، التفت لنفسك، شوف وضعك أنت قاصد من، شنو أدائك للعمل. فلا تتأثر بالجو المحيط بك، جو الزوار، يكون تركيزك، حضور قلبك لعملك، لمشيك، لزيارتك أنت، ماذا تصنع، ماذا تفعل. هذا أولا. ثانيا هذا جزء من الرسالة، رسالة زيارة ال40 اللي قاعدة ذكر. هاي الفقرة ألف. الفقرة باء: لما أسير أنا بصفتي رجل دين طالب علم، أنت بصفتك كاسب، أنت بصفتك طالب مدرسة، ذاك بصفتك كذا. هاي الناس اللي سائرة، لما أنا وأنت نلتفت ونشوف لنا شباب أثناء الطريق وهم سائرين للزيارة بيناتهم يتمازحون ويضحكون بصوت عالي، أنت بداخلك ما تشعر بشيء، ما يصير عندك شعور ما بين أنا رايح أدي رسالة أحيي ذكرى حزينة أصابت العالم الإسلامي وأصابت سكان السماوات والأرض وأصابت قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالانكسار والحزن والألم على تلك المصيبة. ركزوا أهل البيت عليهم السلام على مصيبة السبايا، مو على مصيبة القتل، مصيبة السبي. زين، وأنا أباوع شباب شيعة مؤمنين أو هذول الشاقون يتمازحون يتلاطفون ويضحكون بالطريق. يعني لو فرضنا هذا إذا مات والده وفاتحة والده ما يقبل واحد يبتسم. التبسم في وجه صاحب المصيبة من سوء الأدب. هذا بالفاتحة مالتنا العادية، فاتحة فاتحة الحسين عليه السلام، ومو الحسين الوحده، ويعفله من أهل البيت، وأكو نساء من كسرات، وأكو حضور لأصحاب الكساء بهذه المصيبة، والكل في جو الحزن
وأنا أمازح وأضحك وأشاق بالطريق، هذا يتناقض ويا الرسالة. إذن الفقرة بقى أن تلتزم بهذا الجو، أخلاق من كان يحمل هم وحزن المصيبة أثناء مسيرته في الطريق. جيم، أن تترك أثر، تحاول قدر الإمكان. أنا هذه الزيارة رقم 1 2024، خلينا نقعد شباب أثناء مسيرتنا للزيارة. السنة شنو البرنامج مالنا؟ البرنامج مالنا مولاي السنة الشيء اللي يريد نتركه، البصمة اللي يريد نتركها، نحاول قدر الإمكان خلال المسيرة. قد أنت كم يوم؟ 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم. خلال هذه الأيام في يوم من الأيام نختار لنا موقع مهم من حيث الحضور، من حيث الصلاة والتواجد في ذلك المكان، في النجف، في كربلاء، في الناصرية، في البصرة، بأي مكان. أنا محدد هذا موكب مهم به حضور جيد، بغض النظر أنا أتناول طعام لو ما أتناول طعام، أنا قاصد أبقى لو ما قاصد أبقى، لكن أنا مختار الحسينية الفلانية أو الموكب الفلاني. أين يقع؟ بين النجف وكربلاء. شنو البرنامج؟ مولانا البرنامج لما نجي لهذا المكان نصلي صلاة الظهر والعصر، بعد الصلاة من الشباب صوته يساعد، قصيدة بالموبايل أو برقة، ما أريد أكثر من 10 أبيات، قصيدة يقوم يلقيها بصوت جميل يذكر نفسه موكبه والمجموع الحاضر، لأن الناس مشغولة بهذا الوقت. جيب الطعام، خلي كذا، بد السفرة، شنو طابخ في البيت، هذا الموكب شنو طابخ، ذاك الموكب عازميننا، مشغولين بهذا الأمر. حتى أحسس المحيط والجو مالي هذا الموجود احنا في عزاء، هاي الأمور القشرية الثانوية كون ما نهتم لها. فكل سنة أنا أخلي لي نقطة مرتكز، لا أصير حالي حال الآخرين وأصير روتين. هذه السنة هذا البرنامج مالي، السنة الثانية عندي هدف آخر، أسوي نفس الخطوة بمكان آخر. ولما ينتهي العمل هذا الرادود، هذا الشاعر، هذا صاحب الصوت اللي ألقى قصيدة شعرية أو نعي، لما يختم يقول قدامكم موكب كذا وكذا من أهالي البصرة في أمان الله، ويطلعون. حتى باقي الشباب الجو الموجود عندك هناك بذاك المكان أولا يتأثر، يقول والله خوش خطوة هاي، جيد. بينما الناس مشغولة فراش المنام، بالطبخ، بالطعام، بالكذا، وين نبات الليلة، فلان كذا. هذا موكب وشباب من البصرة اجوا سووا هذا العمل. إذا تأثر بكم موكب أنت سويت تغيير. أنا لا أبقى على هذا الروتين، كل سنة متبرجات، كل سنة الماعد صاحبته يطلع، كل سنة هذا كل سنة يتكرر. أنا ما أريد يتكرر، أريد أصنع شيء جديد. أنت موكبك طالع للزيارة، أنت تخلي لك هدف. شنو هدفك من هاي الزيارة؟ راح أزور كل الملايين قاصدة الزور؟ لا، زور واصنع، اصنع الفارق، اصنع الاختلاف، سوي لك نشاط، تدخلون الموكب وتجون تخدمون به وتقدمون بهذا الموكب بهاي الحسينية نشاط يختلف عن الباقين، حتى تترك أثر وعرف نفسك. قول الموكب الفلاني، الحسينية الفلانية خدامكم من أهالي البصرة، واطلع لا تبقى وياهم، روح توجه لغير مكان، حتى تترك أثر وتحمل أنت تحمل ثواب هذا العمل في أوانه. وكل موكب وكل مجموعة وكل شباب يجون من بعدك يقلدونك، يحاولون يتركون أثر إيجابي، يصنعون عمل مختلف، إنجاز في مسير زيارة ال40. ذاك الثواب اللي يحصلونه لك ثواب مثله بالإضافة لثوابك. خلي لك كل سنة هدف حتى تجدد هذه القضية، لا تبقى تراوح بمكانها وبعد كم سنة لو تجف وتموت، لو يتغلب طابع البدع والضلالات والأهواء اللي يخترعونها بعض الجهلة، هذا الطابع راح يتغلب على زيارة ال40. ما أريد يتغلب، أريد الدين هو اللي يحكم، أريد ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام هو يكون السائد. أنا لما أسير أثناء المسير، إذا كثرت الالتفات تشوف الشاب اللي يضحك، وتشوف البنية المتبرجة، وتشوف تصرفات لا أخلاقية، وتشوف هواي أمور سلبية. هاي الأمور السلبية إيش قد تأخذ من تفكيرك وعقلك وأنت في مسير الزيارة؟ كل وقتك راح ينشغل بهؤلاء. شو ذول يضحكون؟ شوف هذا، شوف هاي ما مسوي حجابها عدل، هذا ليش هذا تمه مطشر بالكعب،
هذني راح تسولف بيهن وانت ماشي تنشغل بهن. اذا غضيت بصرك وما التفت لمحيطك، النقطة اللي ذكرناها، تنشغل بنفسك وعبادتك. سبحة بدون سبحة، عندك أحد وياك ما أحد وياك، أنت وأنت ماشي بالك مشغول بذكر الله عز وجل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا إله إلا الله، لا، وتكرر هذه العبارات لما تتعب، لما تمل وتحصل استراحة تقعد بالاستراحة شوي. هذا خلق من المسير. المكان اللي تنزل به تصلي به، ومثل ما قلت لك تحاول تترك لك فد أثر معين. ما تترك أثر، مو كل الحسينيات أنت تقوم تشعر وتلطم وتسوي قصايد، مكان من الأماكن، واحد من الأثر يوم من الأيام وبمكان. لكن باقي الحسينيات اللي مريت عليها والمواكب اللي صليت بها، خلي يشوفوني من أجي مؤدب. هذا مؤدب، من أجي وتوضى وأجى صلاته وخلت ركبته وصلاته، هذا مؤدب مرتب. ذول خش موكب، ذول خش شباب، من خلال التصرفات، من خلال الكلام، من خلال غض البصر، من خلال تحترم نفسك وتحترم المكان اللي انت بيه. ما تكثر طلباتك ولا كذا، من تلتزم بالاخلاقيات وبكل محطه من محطاتك تلفت النظر. احنا شايفين الزوار بكربلاء لما يتجمعون من مواكب واماكن مختلفه، يكونون يحضرون ويانا يسولفون السلبيات والايجابيات. يعني يذكر يقول شفت شاب قام سوى كذا وكذا، بعدين من خلص صلاته راح فرش مصلايات بالحسينيه، خلاها على القبله وخلاها الانتراب ورتبهن. مثلا هو جاي زائر، مو شغلته يفرش مصلاياته، هذا قام نكت المصلايات وفرشهن وحط التراب للمصلين. تمام، تنذكر. هذا واحد من الشباب قام لما صلى وخلص صلاته، قام لزم له اجلكم الله كيس مال النفايات، جمع النفايات الموجوده بالمكان، او طلب مكناسه وكنسته واحده من السجادات نظفها، قال هاي حتى تتنظف مكان للصلاه او اكثر. يعني سوى عمل، ترك اثر، خليه يلفت النظر الاخرين. هذا العمل الايجابي نريده هو يسود، مو اللي يتاثر بالعمل السلبي. فلان طلع للزياره والله حصل كذا وكذا، سلبي، حصل محصول سلبي نذكره، لا، خلي نذكر الكسب الايجابي، خلي هذه الثقافه تسود. فباخلاقك، بعمل، بتصرف في مكان ما، في زمان ما، تلفت نظر الموجودين. الاخلاقيات خاصه، ترى مو كل اللي مروا عليك هم ناس مستهترين بعنوان الزياره والمقصد، لا، اكو ناس مؤمنين ملتزمين. تقديم المساعده اثناء الطريق، يصادفك واحد يدفع بعربانه ماخذ والدته او والده، اساعده ولو خطوات. يصادفك لما تنزل بمكان محتاجين ينقلون اثاث، ينظفون فراش، يسوون عمل معين، يوزعون طعام وانت مكان استراحتك، انا اقوم باي نشاط مساعده بالطريق، اسجل موقف. هذا ينضم للكلام الوصيه السابقه، احاول انا اترك لي فد اثر يختلف عن الاخرين. هذا كل اللي ذكرناه متعلق باخلاقيات المسافر والزائر والقاصد الأربعين. لكن بما أنه أنت قاصد الأربعين، خلي لما أمر عليك بسيارة وأنظر لك، أنا أشوف عليك ملامح الأربعين، تستذكر تلك الأمور. يعني وأنتم سايرين بالطريق، اللي يقدر يتكلم، وإذا ما تقدرون ما حد عندكم يعرف، لا ينعى ولا يحيي ولا يحاضر ولا يذكر الروايات والأمور المتعلقة بأحداث واقعة كربلاء وزيارة الأربعين وما جرى فيهما. لا أقل، أكو عندكم موبايلات، كل واحد من عندكم خلي له فد مقطع صوتي، أو يقدر أكو مكبرات الصوت هاي الصغيرة تحملها وياك، على الأقل هذا باليوم نصف ساعة أقل أكثر، هذا الصوت يذكرني مجريات أمور. يعني مقطع من مقتل الحسين عليه السلام على لسان حمزة الزغير مثلا، أو عبد الزهر الكعبي، قصيدة حسينية، وهاي هم فقرة مهمة أنا ذاكرها بالملاحظات، لكن مو خاصة عموما، لكن نقصد القصائد الحسينية. أكو قصائد الآن تصنيفها عنوانها قصيدة حسينية، لكن مضمونها محتواها الطابق الغناء، مطابقة للغناء، بها موسيقى، نعم، تصلح للرقص، نعم، كلماتها، أسلوبها، أدائها يتناغم وهي مجالس اللهو، مجالس الفسق، نعم،
هذا مو حسينية. خلي قصيدته يقرأ بها سورة البقرة، مو حسينية. يقول له مولانا سورة البقرة بس بهالنمط بهالموسيقى بهالدقة، مو حسيني، هذا غناء الله عز وجل يرضى ولو كان بالقرآن الكريم. قصائد حسينية ذات معنى، ذات مغزى، مفهومة، معلومة، مؤثرة عاطفيا، تأثر عليك، تهيج عاطفتك، استخدمها بالطريق ولو جزء من الطريق باليوم، نصف ساعة، ثلث ساعة، 3/4 الساعة، هذا أثناء المسير، حتى لا يصير المسير خالو. ابتعد عن اللغو واللغط والثرثرة وكثرة الكلام الغير نافع. اتجنب المجادلة والنقاشات. ما اصادم بالطريق اكو سيطرات، اكو سواق، اكو ناس اللي يسيرون ممكن يتعرض لك، ممكن يسبب لك عائق. اتجنب كل تصادم وياه، كل نقاش، كل جدال وياه تجنبه. انت زائر، اذا هذا الطريق شفته مسدود غير مسيري، وان كان بي جهد وتعب. التزم جوانب الدعاء والاذكار واستحضار المواقف، واتجنب كل شيء يسبب لي اشكاليات بالطريق. هذا يقول الايرانيين مزاحميننا بالطريق، هذا يقول اخواننا بالعقيده، هذا يقول ضيوفنا. اتجنب هاي الامور. انت رايح، اذا كان انسان عنده مصيبته هي تشغل باله، هاي الامور الثانويه ما ينشغل بها. لا ينشغل بها الا من استهان بتلك المصيبه. اذا كانت مو مصيبه عنده واستهان بها، في ذلك الوقت يكون عنده يهتم للامور الثانويه. احنا عندنا مصيبه، وهذه المصيبه الله عز وجل جعل لها وزنا وثقلا، وجعل لها اعمال خاصه ولها اجرا خاص يوم القيامه. حتى جيلنا، حتى نشئنا. ترى خل احاكيك، استمرار المذهب الشيعي وبقائه، وانا ذاكرها بعده اماكن وبعده فقرات، يعتمد على ركيزتين بعد الايمان بالله وبما امر به الله عز وجل في زماننا الحاضر. يعتمد على بقاء المرجعيه والتقليد اولا، واحياء، لا عفوا، ثانيا المرجعيه والتقليد، ثانيا اولا احياء شعائر الحسين عليه السلام، بقاء ذكر الحسين واحياء مصيبه الحسين اولا، وثانيا المرجعيه والتقليد. هاتين الركيزتين الان كل الاعداء من داخل المذهب الشيعي ومن خارج المذهب الشيعي يسلطون نيران اسلحتهم على هاتين الفقرتين، محاوله ابعاد الناس عن المرجعيه او بث الفتنه والفرقه من خلال الشعائر. هذا يطبر، هذا ما يطبر، هذا كذائي، هذا فلاني، هاي الامور اتركوها. ركز على انت صاحب مصيبه، خسران امامك. عتره النبي صلى الله عليه واله وسلم تعرضت للامتهان والهتك خلال فتره كربلاء وحقبه السبي، وهاي الامور ثقيله علينا واحنا جاي نواسي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخيرا، كل واحد من عندنا كل فقرات حياته اينما حل وارتحل منذ ان يفقه الحياه والى ان يموت، كلنا يحتاج الى الصبر. في البيت، في المدرسه، في العمل، في الطريق، تحتاج الى الصبر. لابد ان تتحلى بالصبر، يكون الصبر عندك عنوان ثابت. كل ما شفت شيء ما يعجبك، امر اخرك، انت تتحلى بالصبر. هذا لا يعني اذا احنا مجموعه 40-50 نفر وصرنا بحسينيه نبات، تواعدنا ان شاء الله نستيقظ الساعه 2:30 حتى تصير الساعه 3 نتوجه، احنا نطلع للمشي للمسير. واينما يؤذن المؤذن، انا قبل الاذان كنت اتهيأ بعد 10 دقائق للصلاه، اروح الحمام واتوضا بحيث اذا صار الاذان انا متهيأ. يعني صلاتي لا تتاخر بعد الاذان اكثر من نصف ساعه. انا كحد اقصى نصف ساعه بعدك بوقت الفضيله. امام جماعه ما تعرفه شرعا ما يجوز لك تصلي وراه. اذا تعرفه او تعرف جماعه مؤمنين يصلون وراه تلتزم وراه وياه. لكن انا اقصد على الحركه الجماعيه، لا واحد ياخر المجموعه بشغلات يعني ما تسوى التاخير. اللي يعرف نفسه يتاخر بالحمام خليه يقعد من وقت، يروح الحمام يقضي حاجته ويجهز نفسه حتى لا ياخر باقي المجموعه. فتحتاجون الصبر، تحتاجون ان يكون بيناتكم حسن الصحبه، تحتاجون هذه الامور وتوصون بها المحيط مالكم. مولانا ممكن بالطريق نرى بعض الامور المنكره، هل واجبنا ان ننهى عن المنكر؟ اذا كان كلامكم مؤثر، انت تعلم بانه اذا تكلمت وقلت هذا الامر باطل، هذا حرام، لا حد يسويه،
وتعلم بأنه كلامك يأثر بالطرف المقابل، نعم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويرزقكم دينا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقكم ويوفقكم للعلم النافع. أنا أريد من عندكم أطلب طلبة، أكون دائما، أنا ما أحكي في مقام، أنا واحد من عندكم، واحد من أعضاء هاي المجموعة، انطلب مني الكلام وتكلمت، لكن ما دامك أنت على قيد الحياة، مسيرتك بالحياة، منين ما تسمع كلام من رجل دين، منبر، خطيب، ناعي، رادود، قصيدة، والكلام يتناول موضوع ديني، اسأل هذا صاحب تقوى؟ بلي. إذا عنده تقوى، عنده ورع؟ نعم. هذا إذا كان عنده تقوى، عنده ورع، هذا من أهل العلم لو لا؟ إذا كان من أهل العلم أستفيد منه. إذا ما كان حامل علم، أنا أحترمه كمؤمن كحرمة المؤمن، لكن ألجأ لأهل العلم أخذ من عندهم، لأنه مرات قصيدة من رادود صوته حلو، الله وكيلك ما توقف بوجهها عشرات الفتاوى من المراجع ما تقدر تغيرها. هذا شاب يطلع صوته حلو، نعيه حلو، يأثر على المجتمع تأثير لو تطلع عشرات الفتاوى من مراجع الدين ما يقدرون يغيرون المجتمع ويرجعونه العقيدة الصحيحة، يتأثرون الشباب بهذا أكثر. فأنتم إذا تقدرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكن بشروط يكون تعلم موارد المعروف والمنكر بالضوابط المعروفة فقهيا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيون شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومنها شعيرة الأربعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا واحد من الشباب بباله فد سؤال أو استفسار، نعطي مجال لحد 10 أسئلة بس مختصرات مو طوال. عندكم شيء خصوص الزيارة؟ يستحب لما توصل الكربلاء، يستحب قبل لا تتوجه للحرم الزور أن تغتسل غسل الزيارة، لا تكتفي بيه توضأ، بس تغتسل غسل الزيارة. مشيك يكون على سكينة ووقار، الوصايا اللي ذكرناها هم تلتزم بها بالطريق وهم تلتزم بها بكربلاء. لما تدخل الحرم تدخل وأنت مستحضر العبرة والحزن الخاص بصاحب المقام. قدرت تدخل ادخل، ما قدرت تدخل الحرم، مجرد أن وصلت أنت قريب للحرم، قريب للضريح، قريب للبناء، أنت كتبت لك زيارة. الآن كتبت لك زيارة وأنت هنا قاعد، هسه من قاصد اليوم قاصد الزور الحسين عليه السلام، هي كتبت لك زيارة، فكيف اللي يصل لذاك المكان؟ فلا تتزاحم على الشباك. مولانا يعني اللي كذا الشباك أفضل، خذ ذا الشباك وتقدر ايدك تطول الشباك من دون ان تسبب اذى للاخرين، امر جيد للسلام على الامام عليه السلام والتبرك بشباكه. لكن اذا كان بها مزاحمه، لو بهذا الطريق كله زاحم لك مؤمن واحد، اترك مزاحمه المؤمن والله عز وجل يعطيك اضعاف الثواب. هذا المدافع اللي يشوفه على الشباك خطأ. هذا الذكر الصوت العالي بحضرة المعصوم افلح من كذا وكذا، وهذا خطأ، قلة ادب هذا مع المعصوم. كثير من المفاهيم تحتاج تغيير. تغتسل غسل الزيارة، مسيرك على سكينة وقار، أقرب نقطة ضريح الإمام، تقرأ الزيارة. أنت مو يزورونك، الميت الجنازة يزورونه باعتباره ميت ما يعرف ما يقدر يزور، عاجز، أنت حي، اقرأ الزيارة. مولانا أول ما يعرف يقرأ خلي له واحد يقرأ ويردد وراء مقاطع الزيارة. وش ينوي الزيارة له والأخوان المؤمنين وأهل البيت اللي ما توفقوا للزيارة. وبعد نتخلص الزيارة اطلب حاجاتك. مولانا يقولون 3 حاجات، اطلب من الإمام 3 مليارات حاجة، اطلب منا السماء والأرض، اطلب منا خير الدنيا والآخرة. إذا قيل لك إن الله عز وجل محدود بعطاء ذاك الوقت، حدد طلباتك 3 2، قللها بال40، خاف يخلص ينفذ ما عند الله بالخزائن إذا محدود. لكن لا غير محدود، الله عز وجل غير محدود بعطاءه، اطلب من الله عز وجل حاجاتك وحاجات إخوانك المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء زيارة كزيارة مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام. عندكم سؤال، استفسار، تعليق، ملاحظة؟ أنا توجهت لدعوات هواية،
أستاذ جعفر جزاه الله خير، الوليد دائما يوجهون. إذا كان عندي مجال أنا أستجيب لأي دعوة بأي مناسبة، لكن المسجد جامع الإمام زين العابدين عليه السلام صاير به مرتكز مال أعمال كثيرة خارج المسجد، ارتباطات، فهذا اللي منعني خلال هاي الفترة اللي فاتت ما أستجيب لتلك الدعوات. لولا الانشغال أنا ما أتعذر، أستجيب إن شاء الله. ونسأل الله لكم أولا وأخيرا إن شاء الله أن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده المؤمنين، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يكتب لنا حسن العاقبة. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.